اهلا بكم مشاهدينا الكرام في بطولة شجع فريقك لنادي السلام فرع شناص. وياي الحين نجم ولاعب فريق الفرفارة سامي الفطيسي. اول شيء نقول لكم مبروك على الفوز، وكيف قيمت لاعبين الفريق لهذه المباراة؟ والله بالبداية نبارك لنا الجمهور والإدارة والمدربين على هذا المجهود، ونقول ألف مبروك للفراري، وإن شاء الله في الأدوار المتقدمة راح نطمح أن نطور ونحسن من مستوانا من مباراة لمباراة. المباراة القادمة مع فريق النجوم كيف استعداداتكم لها؟ والله في مدربين وفي كادر طبي وإن شاء الله يعني راح يعملوا في خلال أسبوع إلى أسبوعين على الجهود مبذولة منهم، وإن شاء الله اللعيبة ما بيقصروا نفس الشيء، وإلى الأمام إن شاء الله. إن شاء الله. مبروك، حياك الله. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في بطولة شجع فريقك لنادي السلام فرع شناص. وياي اللاعب القادسية احمد درويش. اول شيء نقول لكم هارد لكم على الخسارة، وشو سبب هالخسارة؟ والله مثل ما تعرف كنا معتمدين، مدرب الفريق كان محط استراتيجية ان كنا ندافع، خاصة الشوط الاول انه ما يدخل علينا جول، فتفاجئنا اخر دقائق نحط علينا جول، فسعينا الشوط الثاني ان نغير استراتيجية اللعب، ان نلعب مهاجمين ونكثف منطقة الوسط على 3 مهاجمين. للأسف كان الدقائق آخر دقائق نحط علينا الجول الثاني. بس لعبكم الشوط الثاني كان أفضل، شو سبب تغير مفاجئ في الشوط الثاني وزيادة ضغط على فريق فرفارة؟ ما قلت لك يعني كنا احنا معتمدين أول شيء على اللعبات المرتدة، يعني كانت استراتيجية المدرب أن نسكر نص الملعب ونعتمد على الهجمات المرتدة، فما كنا نجازف من بداية. كنا شايفين الفريق المباراة السابقة انه كان عنده اطراف، وكان عنده تميز سرعات على الاطراف ومهاجمين، كنا بنسكر عليهم الاطراف ونعتمد على الكرات المرتده. للاسف اخر دقائق الشوط الاول نحط علينا جول، فغيرنا الخطه اللي كنا بنلعب عليها مدى المباراه كامله، فغيرنا من 4-4-2 غيرنا 3-5-2 على اساس ان نزيد المهاجمين، وبعد اخر ربع ساعه حطينا 3 مهاجمين، لكن للاسف توفقوا فريق الفرفارة وحطوا الجول الثاني. مبروك لفريق الفرفارة وفريق الفرفارة. هارد لكم اخو حمدان، حياك الله. والحين معانا مساعد مدرب فريق الفرفارة عمر الفطيسي. عمر، مبروكين اول شيء على الفوز، وكيف شفت فريق الفرفارة في هذه المباراة؟ والله الحمد لله مبروك للعيبه قبل شيء، قبل احنا كمدربين، واللعيبه اليوم ما ادوا كل اداء صراحه، يعني كنا معتمدين على التشكيله، بس للاسف يعني تجيك ايام ما تكون في يومك، وكان فريق مش في يومه والحمد لله. يعني احنا تعانينا من عده غيابات خلال طول الاسبوع، من الشباب كانوا يداوموا فاحضروا المباراه، وكانت شويه لياقتهم نازله، فهذا اللي اثر على الفريق بشكل عام. يعني زين، المباراة القادمة مع فريق النجوم كيف استعداداتكم؟ لأنها بتكون بيوم في رمضان، يعني أجواء صعبة شوي. والله استعدادات كالعادة، راح نبدأ إن شاء الله من بكرة قاعدة مع اللاعبين نطلعهم على شو السلبيات والإيجابيات، وراح إن شاء الله تكون التمارين في شهر رمضان مستمرة، عادين عدة مباريات إن شاء الله للفريق ودية استعدادا لفريق النجوم. شاهدنا بالحقيقة فريق النجوم اليوم فريق جيد ومتطور، وفي لعيبة وعناصر مميزين، وإن شاء الله نقول يكون اللعيبة يطلعوا بوجه غير عن الوجه اللي طلعوا في الشوط الثاني، ويكون أدائهم جيد إن شاء الله عكس مباراة اليوم، والله يوفق. ألف مبروك أخوي عمر. الله يبارك فيكم إن شاء الله. شكر خاص لكل اعضاء اللجنه الاعلاميه لتغطيتهم للمباريات، ونلتقي ان شاء الله في مباريات جايه.